ومعرفش لسه الفيديو كده هيبقى على جزء واحد ولا جزئين. فلوج النهارده هيبقى من متحف الملك عبد العزيز التاريخي حي المربع. اول حاجه تخش من باب المدخل بتاع المتحف بتلاقي ده نيزك لقوه في الرابع الخالي، تقريبا وزنه 2.75 طن. هو شكله غريب فعلا، يعني انت لما تشوفه شكله غريب، ما انت بتحسش ان هو حجر عادي من الحجاره اللي احنا ممكن نشوفها في الارض عادي يعني. شكله تحس ان هو فعلا كتله نار، يعني كتله نار عباره عن حجر واتطفت، فهي فعلا شكلها غريب. جنب النيزك بتلاقي اللوحة ديت، اللوحة دي كبيرة جدا، فيها تقريبا أغلب المؤرخين والرحالة السعوديين اللي كان ليهم في مجال الآثار وكده. لوحة تجمع ما بين إيه صورهم ومعلومات كتيرة جدا عنهم. بعدين ده جزء صغير لمعرض الحاجات الحديثة اللي اكتشفوها، أو نماذج من الأدوات اللي كانت بتستخدم بس في العصر الحديث، مش قديمة يعني. ورايا هنا في شاشة تقريبا 3D بتعرض نشأة الكون، ازاي الكون نشأ وكده، حركة الكواكب وحركة المجرة نفسها. برضو في المتحف ناقش بعض الحضارات التانية القديمة، يعني هو ما اتكلمش عن الجزيرة بس، عن الجزيرة العربية زمان بس، لا هو اتكلم عن حضارات تانية، يعني مثلا الأشوريين. دي صورة مش باينة دلوقتي كلها، بس دي صورة لنحت مكان في الجبل في مدائن صالح. مدائن صالح موجودة بالفعل دلوقتي، والمكان ده موجود حاليا. دي هي تقريبا مدينة أو محافظة من المحافظات بتاعت السعودية، وموجود الشكل ده لغاية دلوقتي لسه قائم في مدائن صالح. تقريبا دي زي الراحة بتاعت الطاحونة. طبعا هي حجمها كبير، معرفش هي باينه في الكاميرا ولا لا. والكتله دي كتله صخر، يعني
فهي اصلا تقيله جدا جدا يعني. فده برضو يعرفك ازاي الدنيا زمان كانت عامله ازاي، البني ادم برضو كان بيتصرف ازاي مع الكتل دي كلها يعني. موضوع برضو ان احنا دلوقتي بقينا عايشين ومعانا اجهزه ومعانا معدات تكسر وتعمل الحاجات دي كلها، موضوع يستحق التفكير. انت بتتكلم هنا في الموضوع ده كتله ديت كام طن، هو اصلا نحتها كده ازاي يعني؟ ما انت تقعد تفكر هو نحت دي ازاي، بعد كده ركب فيها الخشب وبدا يعمل منها الجزء الميكانيكي ده عشان يقدر يطحن حاجه هنا او حاجه. ده نقش بالخط النبطي، لو تاخد بالك او الناس تاخد بالها مفيش نقط يعني. برضو هما يعني حتى القرآن لما اتكتب من غير نقط. بص تلاقي الكتابة لو قدرت تطلع منها كلمات يعني، لكن لو الكلمات برضو هي من غير نقط، فبرضو الكتابة دلوقتي وموضوع النقط سهل علينا حاجات كتيرة جدا يعني. الناس اللي بعد كده طورت الخط من انه كده لنقط، او القرآن حتى لما اتكتب من غير نقط، ما كانش فيه نقط في القرآن ولا النحو. الحاجات دي جت بعد كده ما غيرتش فيه، لكن هي خلت احنا نعرف نقراه ونعرف نستخدمه. المتحف تحت في يافطه انا صورتها، او في مجموعه يافط صورتها مقسمه المتحف للايه؟ الاقسام اللي جوه المتحف. فالجزء اللي احنا هنعدي منه ده هو الجزء بتاع البعثه النبويه. هنا غالبا لو بين الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ابوه ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم العائله، ابن عبد مناف القبيله، ابن قصي بن كلاب. تقريبا انا كنت حافظ لغايه هنا يعني. ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، دي بقيه الايه الشجره. ابن خزيمه ابن مدركه ابن الياس ابن مضر ابن انذار ابن معد ابن عدنان، دي شجره ايه؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده هنا بيتكلم عن نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم ورحلته للشام، زواجه من السيده خديجه، التحكم في وضع الحجر الاسود، التحكيم قصدي، لما هم قالوا له ان انت هتتحكم في الجزء ده، بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم والهجره، حصار، وبعد كده رحله الاسراء والمعراج، عام الحزن، البيعه الاولى والثانيه، والمحاوله بتاعت قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. نيجي هنا في الجزء ده بيبين الهجره بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم. برضو المسافه هنا مسافه لغايه دلوقتي حتى مسافه كبيره جدا اصلا من مكه للمدينه. الرحله انا برضو نفسي ما تخيلتهاش يعني، ما تخيلتش ان هو يعني هو مشي المسافه دي كلها دي البحر. هو مشي المسافه دي، هو خرج من مكه، قعد شويه هو وسيدنا ابو بكر تقريبا في جبل ثور. ده اللي حصل عنده الايه الواقعه اللي هي في ناس بتصححها وفي ناس بتقول غلط، اللي هي موضوع بتاع الحمام وكلام من ده. ومشي بقى، مشي الطريق ده كله، مشي عند الخط الاحمر. الخط الازرق ده اللي هو الطريق من المدينه، من مكه للمدينه. هو مشي على الخط الاحمر، خرج حديبيه، بطن مر، سونيا، وهكذا. مسافه كبيره حتى لغايه دلوقتي، حتى لو انت تستخدم فيها العربيه او كده، فهي مسافه كبيره جدا يعني. ده المصحف مخطوطه من ايام سيدنا عثمان، يعود لسنه 30 سنه 30 هجريه. مفيش نقط في المصحف. الكلام من غير نقط، مفيش عليه نقط. الحاجات الحمراء دي مش نقط يعني. بص، فعليك وفعلت، مفيش نقط عليهم. كده الموضوع دخل، بدأنا نخش في ايه؟ في جزء فيه بنايات حقيقية، في شباك، في باب،